رجع تاني يناضل ويثور على الانجليز والملكيه. وفي سنه 1948 كان وعد بلفور اللي درسناه في التاريخ تحت عنوان وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وطبعا منطقه الشرق الاوسط في الوقت ده زادت اشتعال وحروب قويه بنخسر فيها بني ادمين وفلوس وعمال والات وغيره من كوارث الحروب. كل ده ومحمد انور السادات مستمر في نضاله. انضم انور السادات لتنظيم الضباط الاحرار اللي كانوا زي ما احنا كلنا عارفين سبب رئيسي او هم السبب الرئيسي في تخليص مصر من الاحتلال الانجليزي والملكيه، وان مصر تكون دوله مستقله بيحكمها مصري 100% وبيدافع عنها جيش مصري 100% لحد سنه 1952 لما اتحررت مصر واصبحت جمهوريه بفضل ثوره 52. محمد انور السادات هو اللي قال خطاب الثوره بنفسه في الراديو سنه 52. إني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. بعد الثورة تعين السادات في شوية مناصب زي عضوية محكمة الثورة وأمين عام الاتحاد القومي ورئيس مجلس الأمة لمدة 8 سنين، وده كان النسخة القديمة من مجلس الشعب بتاع دلوقتي. وبعدين سنة 1969 اتعين محمد أنور السادات نائب لرئيس الجمهورية لحد ما توفى جمال عبد الناصر سنة 1970، وبعدها تولى أنور السادات رئاسة مصر 17 أكتوبر 1970.